السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا بقى النهاردة فراخ معمولة بطريقة عبقرية، فراخ تحفة، طعم حكاية جدا، دايبة دوب، لا مسلوقة ولا مشوية ولا متحمرة في الزيت. فراخ بصوص، تاكلي الصوص قبل ما تاكلي الفراخ. فراخ حكاية، طعم هيخليكي لما تيجي تعملي الفراخ مش هتعمليها الا بالطريقه دي. سواء عندك فراخ بيضه، سواء عندك فراخ بلدي، دي فراخ بلدي. ده رز بسمتي، ده الصوص اللي نازل من الفراخ زي ما بقول لكم. انا عايزاكم تجربوا الفراخ ديت، لازم تجربوها. شاهدوا الفيديو للاخر فضلا وليس امرا. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانتم بخير وبسعاده. عايزين نبدا الفيديو مع بعض وننهي الفيديو مع بعض، وما تنسوش اللايكات الحلوه بتاعتكم. واللي اول مره يشوفنا يا ريت ينورنا باشتراك في القناه. هنجيب حله فاضيه، هنحط فيها معلقتين من الزيت، هنحط فيها معلقتين من السمنه الزبده الفلاحي، وبعد كده هننزل نشوح الفراخ بتاعتنا، سواء كانت فراخ بلدي سواء كانت فراخ من اللي هي البيضة، اي حاجة متاحة عندك حطيها، هتستوي وتبقى تحفة بجد. هتنزلي بالفراخ بتاعتك، هتشوحيها في معلقتين السمنة والزيت زي ما احنا شايفين كده، وتستني عليها يعني من 10 دقايق لربع ساعة وهي بتتشوح كده. وبعد كده هنشوف هنكمل بقية وصفتنا ازاي. انا عايزة الفراخ تنصدم في قلب السمنة والزيت اللي احنا حطيناهم، نعمل لها صدمة. الفراخ بتاعتنا جميلة جدا. هنا بقى معانا ايه الاضافات؟ معانا توم، معانا بصل، معانا طماطم، كله صحيح كده، ما تقطعيش منه حاجة. انا عايزة كل حاجة تبقى صحيحة. هنا معانا حبة من التوابل بقى، حبهان وفلفل اسود وورق لورا. هنا معانا بقى حلة تانية خالص فيها معلقتين من الزيت الابيض برضو، ومعلقتين من السمنة الزبدة الفلاحي. وهنا ده رز بسمتي نقعينه في مية وصفناه ونزلنا بيه على السمنة الزبدة الفلاحي. هتنك تشوحي فيه وتقلبي كده لحد ما تحسي ان هو بيجف ويشف معاكي ويخروش في قلب الحل. وهننزل عليه بمعلقة من الكركم علشان يبقى شبه الوصفة بتاعتنا النهاردة، اللي هي وصفة الفراخ بالكركم والقرفة، القرفة الناعمة والقرفة العيدان اللي انت شفتيها في اول الفيديو معايا. انا عايزاكي بس تتابعي الفيديو الاخر علشان تطلعي الوصفة حلوة، علشان تسويها تسوية صح وتاكلي احلى فراخ كلتها في حياتك. اللي على الوش ديت القرفة الناعمة، اللي انا الحتة دي ما صورتهاش معاكم، حطيت حبة من القرفة كده الناعمة، علشان القرفة مع الفراخ بتودي الفراخ في حتة تانية خالص. حطي قرفة على الفراخ هتخلي فراخك تحفة، الريحة لوحدها حكاية. هنا معلقتين بقى من الكركم او الكاري. بص هي كده بقى ايه، استوت؟ لا لسه ما استوتش، هي دلوقتي يعني ما بين السوا حاجة بسيطة كده، فاضل لها تكات بسيطة وتستوي. انا هاخد كل الفراخ بتاعتي دي هحطها في صينية كده علشان اشوف كل الحاجات اللي انا حطيتها، اللي انا قلتلك سيبيها صحيحة ما تقطعهاش، لان انا عايزاها دلوقتي هنعمل بيها الصوص. ادي بقى الطماطم بتاعتنا والبصل والتوابل والثوم وكله. خدي كل ده في الكبة بتاعتك واخلطيهولي خلطة جامدة كده مع نص كوباية من اللبن، او معلقتين من وش اللبن، او معلقتين من القشطة. ده كله كده في الخلاط ينضرب مع بعضه. هنرجع الفراخ بتاعتنا في الحلة تاني، هنضرب كل ده. ادي نص كوباية اللبن. طبعا بتظبطي بقى الملح بتاع الفراخ بتاعك، وبتنزلي بالصوص التحفة ده على الفراخ، وترجعي الحلة تبقبق في قلب بعضها. انا عايزة الفراخ دي تقعد تبقبق كده لحد ما تستوي. ده شكل الرز بتاعنا هو لما استوى، وحطينا له كمان حتة سمنة زبدة. بصي تحفة، جميل، ريحة وطعم. هتسيب الفراخ بقى تاخد وتدي مع بعضها كده في الصوص بتاعها. انا عايزة الصوص بتاعها دوت يتغلغل جواها، عايزة الفراخ ديت تبقى قلبة ريحة المكان. طب هي استوت بقى كده يا كوكي، انا لا تحبي تاكليها كده وتديها في حماية، لا اما تنزليها بقى في الصينية زي ما انا نزلتها كده وتديها شواية مع فحماية بقى، هتخلي ريحة الفراخ بالصوص اللي نازل منها ده تحفة، تحفة بجد. لا هتسلقي
لا هتحمري ولا هتشوي تاني. لو جربت الفراخ ديت، اي فراخ معاكي هتعمليها بالطريقه ديت وهتعتمدي الطريقه دي ومش هتبطلي ان انت تعملي فراخ تاني. يلا لايك وشير للفيديو بقى، وعلي الفيديو باللايكات بتاعتكم كمان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وكل الناس تستفيد. انا عايزه اتفرج على الصوص بتاعي تحفه. الصوص ده لوحده احلى من الفراخ نفسها. الصوص ده لوحده طعم حكايه جدا. الفراخ تحفه بجد. الفراخ بصي حتى خدت لسعة مع الصوص في قلب الحلة قبل ما احطها تحت الشواية. ده كان الرز البسمتي بتاعنا، ودي الفراخ، ودي السلطة تحفة بجد. انا عايزاكم يلا بقى لأول مرة كده يشوف القناة بتاعتنا يا ريت يشرفنا باشتراكه في القناة. ادي الصوص اهو حطيته لكم على الفراخ، حكاية مع الرز. انا عايزاكم تجربوا الوصفة وتكتبي لي في التعليق الفراخ ديت، تجربيها بالفعل وتقولي لي طريقتها عامله ايه، طعمها عامل ايه، وتكتبي لي كلام حلو من القلب زي ما انا متعوده منكم. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، الفراخ بالصوص التحفه دوت. لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.